طيب يا جماعه، زي ما احنا شفنا في الريبورت المخرج منبه عليهم محدش يقول حاجه، فاحنا جبنا المخرج بقى شخصيا استاذ احمد عشان نساله. انا بستغل سلطات اصل في ايوه انت عمال تقول انا هشيل ده عشان مخرج. ها طب دلوقتي انا عايزه افهم الادوار. هو في 35 انت ليه قايل لهم ما يتكلموش عن حاجه؟ عشان المسلسل فيه احداث جميله وفيه مفاجآت، فاحسن ما يتحرقش يعني. بس هي كانت اوريدي احمد روايه، فانت ما قلقتش من فكره ان انت دلوقتي كنت لسه بتقول انه انت مش عايز الموضوع يتحرق للي هيسمع. انت معتمد ان الناس ما بتقراش، فاللي هو يعني ما حدش اصلا قاري هيرابوليس فمش لا بص يا اياد، احنا اول ما بدأنا نعمل الكاستنج، الناس اللي جت الممثلين قلنا لهم هاتوا روايه وقروها وشوفوا، عيشوا الشخصيات وعيشوا الاحداث وشوفوا تصور ليها والكلام ده كله قبل ما نبدا نتكلم. تمام. بعد كده قعدنا مع بعض، قعدنا كذا بوفة الترابيزه مع بعض واتناقشنا في الشخصيات وابعادها والكلام ده كله عشان نطلع بحاجه حلوه. طب انا عندي سؤال معلش، هو انتوا ازاي انتوا بقى بتشوفوا تمثيل ككل مش صوت يعني التمثيل تمثيل؟ لا احنا عملنا الاول كاستنج يعني. عملنا انا قريت القصه وقعدت مع حسين، عملنا تخيل، اضفنا حاجات وجبنا الناس تقدمت. طبعا بعد ما نزلنا اعلان ان في مسلسل، جت ناس شافت تقدموا للاذاعه وعملنا اختبارات صوت، ان انا كان ليا تخيل في كل شخصيه. اختبارات صوت اكتر منها اختبارات لان انا تخيلت كل شخصيه معينه في الادوار، فكنت بسمع الاصوات وبختار في الاخر الشخصيه اللي ممكن تركب مع الصوت. ده مهم قوي، لان احنا كمان يعني مش بنتكلم على كاستنج طبيعي يعني، هو او يعني ما اتكلمناش عنه قبل كده هنا، ان هو كاستنج اذاعه، فانت بتبقى مركز مع صوت الشخصيه اكتر مما انت والصوت والاداء كمان. انت الصوت انت بتوصل بيه الصوره، انت بتوصل بصوتك الصوت والصوره، غير السينما وغير التلفزيون. بالظبط، انت لانك مش متشاف. يعني شخصيات كتير، 36 شخصيه وكلهم ابطال، وكل شخصيه منهم فيها ابعاد كتير، فيها صراعات داخليه مع نفسها، صراعات مع المجتمع وصراعات حواليها، وبتوصل تغيرات المجتمع. فلازم يبان كل ده في الصوت ومراحل عمريه وسنيه وكده. وعشان الغنى اللي في الروايه ده كله افتكر انتوا اخترتوها دونا عن روايات ثانيه. هو كان تحدي بس الحمد لله يعني. طب انا عندي سؤال ليكم انتوا الاثنين، بس هو صريح شويه. انا في وجهه نظري يعني 90% من الحالات لما بيبقى في روايه بتتعمل يعني فيلم او مسلسل، ما فكرتش في انها بتعمل حاجه اذاعيه يعني، بس للاسف الناس كلها 90% من الوقت بتطلع تقول الروايه احلى، او يعني المسلسل او الفيلم ما شدنيش زي الروايه ما قريتها. ده اللي قرا الروايه طبعا بيحصل كتير. يعني عملتوا حسابكم في ده ازاي؟ بص يا اياد، احنا انا في السيناريو الاول يعني انا اشتغلت فيها 3 شهور السيناريو لوحده، بعمل فيها تصور تاني، بعمل ليها شكل مختلف خالص عن غير روايه. ان المشكله اللي كانت بتحصل من تحويل روايه لعمل كانت ان هو بينقلوا الروايه بالظبط للسينما وما بيبقاش فيها اي تجديد. احنا في هيربوليس غيرنا حاجات كتير، غيرنا احداث، ضفنا شخصيات، حذفنا شخصيات عشان نخلي الموضوع كل حلقه انت يعني متابعها ومشدود ليها ومستني الحلقه اللي بعديها، مش مجرد بس تسرد الاحداث او تحكي القصه بس. تمام. انا قعدت انا وحسين كذا جلسه الاول قبل ما نعمل اي حاجه. قلت له تصوراتي وهو قال لي تصوراته، ووصلنا في الاخر للشكل النهائي ان احنا ممكن نطلع بالمسلسل بعيد عن الملل والرتابه، يبقى مثير مع الناس ويشوفوا قصص بطوليه حقيقيه حصلت في فتره من الفترات في مصر، وده احنا محتاجينه في الايام اللي جايه. معانا على التليفون ضيفنا زي ما قلت لكم كان معانا يعني قريب، كاتب روايه هيرابوليس، محمد التهامي. يا تهامي. الو. تهامي. محمد. الو. ايوه. السلام عليكم. انت كنت جاي منين؟ ازيك يا اياد، عامل ايه؟ ازيك يا تهامي، ايه اخبار؟ كله تمام؟ مبروك. بجد مبسوط. يعني انا عارف خبر ان روايتك هتعمل مسلسل، انت كلمتني وقلت لي، ودي كانت حاجه بسطاني جدا جدا. فمبدئيا بس عايز اقول لك مبروك، ومبسوط ان انت كنت معانا والشله كان حلو عليك يعني، نقدر نقول. طبعا بجد انا اسعد النهارده اللي انتوا بتتكلموا عنها وان شاء الله خير. وطبعا مبسوط ان حسين ومجهود واستاذ احمد، بجد شكرا لكم كلكم. تمام. بس بص يا محمد، خليني اخش بسؤال على طول كده سخن شويه، نفس السؤال اللي كنت لسه بساله لاحمد وحسين بقى. فكره ان الروايه لما بتتحول لعمل سواء سينمائي او تلفزيوني او اذاعي بتتاثر، او يعني في كتير من الحالات بتضعف اكتر منها ما بتقوى. فانت ما خفتش بقى على روايتك يعني، حاولت تتدخل في الشغل، ولا انت خلاص كتبت الروايه ماليش دعوه، احمد وحسين انتوا اللي اتصرفوا؟
لا والله انا ما اتدخلتش خالص، بس انا ليا راي. يعني انا تملي نجيب محفوظ ما كانش بيتدخل في اي روايه ليه بتتكتب لسيناريو او لفيلم. تمام. الموضوع ده عمل فني مختلف، ما ينفعش ان انا اتحكم فيه، لاني عمري ما هفهم زي حسين مثلا، لان هو دلوقتي اتعايش مع السيناريو. انا ما اجي اكتب سيناريو لروايه ما احبش ان الكاتب بتاع الروايه يتدخل فيها. يعني ممكن تلاقي احداث متغيره زي ما هم قالوا شخصيات انت اللي كاتبها كده وتعبان انا كنت عليها عايزه عشان اسال كده. اللي عايز يقرا احنا اللي مش انا كاتبه، احنا بنهدي النفوس طبعا يا جماعه. لا تفهمي انا من الاول ماشي. العلاقه بيني وبين حسين اول حاجه علاقه شخصيه من زمان، احنا اصدقاء من زمان، وانا عارف ان هو حد موهوب ازاي، وعارف حجم موهبته وحجم اللي هو ازاي هيقدر يعبر وازاي هيقدر ينقل. تاني حاجه العمل الفني ما يكون يشارك فيه اكتر من واحد بينسر العمل الفني، مش بيقلل منه، بالعكس. يعني ممكن هو يفتح حاجات انا ما كنتش واخد بالي منها. تاني حاجه الروايه حاجه ومسلسل حاجه، دي طريقه كتابه ودي طريقه كتابه، حتى لو غير حتى لو طور، كل حاجه كل وسيط فني ليه طريقته وليه اسلوبه وليه ادواته. بالظبط. طب انت بتعمل حاجه جديده يا تهامي ولا لا؟ انا حاليا عندي مجموعه قصصيه ان شاء الله هتنزل بعد المعرض ان شاء الله، يعني ان شاء الله. مجموعه قصصيه صغيره كده عن القاهره. تمام. تمام. اكيد هتبقى معانا باذن الله بعد ما تنزل إن شاء يا الله. تهامي، وبنشكرك جدا على تليفونك يا محمد. انا اسعد وشكرا لكم، النهارده الحلقه جامده جدا ومبروك اللي انتوا رجعتوا، وببارك لكافه الاعداد. شكرا. شكرا يا تهامي. طيب انا عندي ليكوا سؤال هو اللي اصلا ابتدينا بيه موضوعنا، يعني فكره المسلسل الدرامي جديده على راديو الانترنت. يعني ايه اللي جاب الفكره ان هو اوريدي اتعملت في راديوهات، فاحنا يلا ننقل الفكره دي على الانترنت كمان، ولا يعني كان ايه سببها؟ هي الفكره ان دي اول مسلسل تاريخي درامي على راديو الانترنت. احنا فكرنا فيه ان الكاستنج كله شباب، وراديو الانترنت راديو 90% من المستمعين بتاعه شباب. فاحنا عايزين نبين لهم، نوصل لهم بقى ان الدراما مش حاجه ممله. الحاجات التاريخيه، احنا في حاجات في التاريخ احنا ما نعرفهاش، حاجات وصلت لنا غلط، وده مهم قوي ان انت توصل لهم بطريقه ظريفه ويبقوا قاعدين فعلا مستنيين زي ما انت بتقول. بص انا اقول لك حاجه كمان، هو راديو حريتنا عامه بيرحب باي فكره شبابيه، باي حاجه بيبقى فيها نوع من الانتماء برضك للبلد، وبتبين صوره كفاح شعب وصل لمرحله كبيره. راديو حريتنا بيرحب بكل الافكار دي. احنا عملنا، انا اقدر اقوله ان احنا هنقدم 36 ممثل وممثله واصوات جديده في الغنى كمان، تبقى مفاجاه للناس كلها، لاول مره يغنوا ولاول مره يمثلوا. تمام. ربنا كلنا مستنيين المفاجاه الجامده دي، وفي رمضان المخرج قال ممنوع حد ما حدش يحرق بقى، فاحنا هنكتشف في رمضان باذن الله. احمد وحسين بنشكركم جدا على وجودكم معانا. ان شاء الله عودا حميد كمان عودا. بنشكرك، وان شاء الله نسمع المسلسل كلنا سوا في رمضان باذن الله، ونبارك لكم عليه تاني. حلقتنا كده خلصت النهارده، الوقت عدى بسرعه جدا، وكنتوا وحشنا جدا جدا جدا. هنشوفكم يوم الاثنين ان شاء الله في نفس الميعاد.